عندك شوية بطاطس وشوية دقيق، قومي بسرعة اعملي السناكس الحلو ده، سميه شيتوس سميه ويندوس، في كل المسميات طعمه رهيب جدا. الرفيعة بقى دي بتكون طعمها خرافي، كل ما رفعتيه اكتر كل ما هيكون غاية القرمشة. بصوا متماسك لونه وطعمه، دي بقى اللي رفنعة خالص دي احلى من بتاع بره 100 مرة. معايا هنا 3 بطاطسيات، البطاطس دي كانت اقل من نص كيلو، 3 كده متوسطين الحجم. قشريهم واغسليهم كويس وقطعيهم كده في اي مصفى واغسليهم تاني، وبعد كده غمريهم في الميه وارفعيهم على طول على النار علشان نسلقهم كده سلقه تمام. هسلقهم، وبعد ما سلقتهم صفيتهم من الميه، وبعد كده ابدأي على طول اهرسيهم بهرسة البطاطس او بظهر او بشوكه او بظهر كوبايه كده اهو. اهم حاجه البطاطس دي تكون بيوريه وناعمه جدا. معايا بيضه، طبعا لازم البطاطس تبقى بارده اول ما نبدا نشتغل فيها. معايا كمان بيضه، معلقه صغيره بيضه واحده، معلقه صغيره ممسوحه من الفلفل، معلقه من الملح، معلقه من البصل البودر، معلقه كبيره من الكركم، معلقه من الكاري، معلقه كمان معلقه ونص من من الطعم بتاع الجبنه، وشويه كده اهو شطه صغيرين، وبس كده. حطيت بقى هنا اهو علبه الدقيق اللي انا وريتها لكم او كيس الدقيق ده دقيق ذره، بتلاقيه عند اي سوبر ماركت. خدت منه كوبايتين، بيبقى اسمه دقيق ذره اصفر، هاتي الاصفر ما تجيبيش الابيض. وحطيت كمان على كوبايتين الدقيق الذره ده هو نص كوبايه بس من النشا. النشا مع دقيق الذره بيخلوا لك الحاجه مقرمشه وطعمها ومذاقها بمشيئه الله حلو جدا. حطي كمان معلقه كبيره من كيك شيف او البيكنج باودر، ولمي بقى العجينه دي بكوبايه، ممكن كوبايه وشويه ميه صغيرين جدا من الميه، والميه كانت عندي من الحنفيه. طبعا لو انت بتعجنيها كده وانت بتلمي العجينه، لو لقيتي اي كلاكيع من البطاطس وان هي ما كانتش بيوريه جامد، ابداي اهرسيهم كده اهو كويس جدا بالبطاطس علشان ما يعملكيش مأزق وانت بتقليه. لميت العجينه بالظبط بكوبايه من الميه، كوبايه ومعلقتين كبار من الميه بالظبط. بصوا العجينه طريه جدا. يعني مش هي مش عجينه، انا مجرد بس ان انا لميت العجينه كده، انا مش عايزه يبقى ليها عرق ولا حاجه، ولا عايزاها تبقى زي عجينه القرص كده طريه وناعمه وبتمط، لا انا عايزاها مفتفته كده زي ما هي، مجرد بس ان احنا لمينا العجينه. كيس حلواني او كيس تلاجة عندك، وابداي حطي الخليط الحلو ده. طبعا لازم قبل ما تشتغلي في العجينه وتحطيها في الكيس تكوني مسيباها تريح لمده 10 دقائق. شويه زيت حلوين، واستني لما يسخنوا وجربي كده اهو حوالي 3 4 وحدات. لو كانت بس العجينه بتنزل بسلاسه كده ويبقى هي كده تمام. ما نزلتش بسلاسه، حط لها كده ايه معلقه صغيره بس من الدقيق ولمي العجينه تاني، ان شاء الله هتنزل بسلاسه وهتكون زي الفل ومن اول مره. بصي بقى ابتديت هنا على النار عاليه، وزيت الى حد ما كده هو يكون كويس وريحته حلوه، زيت آلية كده يكون كويس. وابداي على طول انزلي بالخليط الحلو ده، مش بتكمل بالظبط يعني 3 4 دقايق كده، وده بالكتير قوي الاربع دقايق، لا هي تقريبا 3 دقايق. وبدات ان هي تطفو على السطح، وبدات ان هي تاخد اللون. هنطلعها وهي لونها ايه؟ وهي لونها ذهبي محمر. لو طلعتيها لونها ذهبي فاتح بتكون طعمها مش تمام، وهتلاقيها طريه جدا ومش جميله. بصي ريحه البيت كلها من ريحه البصل البودر والطعم، حطينا معلقه ونص كبيره من طعم الجبنه. ممكن تحطي طعم الكاتشب، طعم الطماطم، كل الاطعمه ديت بتلاقيها عند العطار، طعم شطه وليمون زي ما انت حابه. بصي هتبدا ان هي تطفو ولونها يبقى ذهبي، احنا مش عايزينها كده، عايزينها ذهبي محمر. عايزه اقول لك على حاجه، وانتي بتفتحي الكيس ما تفتحيش، ما تعمليش ثقب كبير او سميك يخلي كده هون سميك ينزل منه، لا احنا عايزين يعني ايه فتحه صغيره جدا كده هو ينزل منه، كل ما رفعتيه كل ما كان هيكون مقرمش. بصوا شكله جميل ازاي. الوصفه دي انا كنت واخداها من مطبخ العيله، فانا بشكرها عليها، وهقول لكم على كل حاجه وكل مذاقها بما يرضي الله بعد ما اخلص الفيديو. طلعتها بقى في مصفى، لازم طبعا تطلعيها في مصفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي ما خدتش معايا نص ساعه في القلي، على طول على طول على طول كده، وخليكي سريعه وانجزي. طبعا احنا فات 4 دقايق في الفيديو ما ذكرناش ربنا خالص. ايه رايكم باقي تقريبا دقيقه ونص في الفيديو، ايه رايكم نفضل نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ يلا عايزين متابعيني ان شاء الله باذن الله كلهم يفضلوا يقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نفس البهارات اللي انا حطيتها الا الفلفل الاسود والا وحطيت شويه بابريكا كده صغيرين، حطيت كمان هنا اهو علشان ابدا ان انا بقى اتبلها كده اهو من بره زي الشيتوس اللي احنا بنجيبه او الشيبسي. بصوا بتحسي كده وانت بتحطيه ان هو غايه التقرمشه. هنحط بقى، حطيت طعم جبنه، حطيت كركم، حطيت كاري، حطيت شويه شطه صغيرين او شويه بابريكا، حطيت شويه ملح، وابدأي بقى حطيهم على الوش بالشكل ده وقلبيهم. بصوا بقى يا جماعه، هو الموضوع ده كده هو لا يمت بالشيتوس او الشيتوس او
او الويندوز بصله. هي سناكس حلوه وجميله وروعه، بس انت علشان تبقى مقرمشه لازم ترفعيها زي اللي انا وريتها لك من شويه، زي اللي انا كنت بعملها. اللي انا ماسكاهم دولت فيهم سن تقرمشه خفيفه لكن من جوه طريه، يعني لو قعدت 3 4 ساعات هتضطر اكتر. انت تعمليها، ممكن تعمليها لو انت عندك عيال صغيرين وعايزه تضحكي عليهم باي حاجه تسكتيهم بيها، اعمليها نظيفه جدا وجميله، ما بتاخدش مجهود خرافي يعني. هو نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وهتكوني عامله حفله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، واهم من اللايك هو ذكر الله. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شكرا لكم والسلام عليكم.